يا مساء الرعب على أحلى إخوات في الدنيا. أنا اسمي محمود عبد الرازق، شغال سواق على عربية نقل. بقالي أكتر من 15 سنة في الشغلانة دي، يعني يعتبر نص حياتي على الطريق. بس اللي حصل في الطريق الصحراوي ده عمري ما قدرت أنساه. كانت الساعة حوالي 2:30 بالليل وأنا راجع من أسوان رايح القاهرة. الطريق كان فاضي تماما، مفيش ولا عربية ولا أنوار ولا أي حاجة. نور عربيتي بس هو اللي كان منور الطريق. والجو اليوم ده كان هادي جدا، مفيش أي صوت حواليك، حتى صوت الهوا ما كنتش سامعه. وأنا ماشي في الطريق وداخل على الكيلو 88 لمحت من بعيد حاجة واقفة كده على جنب، بس ما كانتش واضحة قوي. افتكرتها كلب مثلا ولا صخرة بعيدة، بس كان كل ما بقرب الصورة كانت بتوضح أكتر. ولما قربت لقيتها ست واقفة في نص الطريق. لبسها كان غريب شوية، كانت لابسة عباية سودة طويلة وشال على راسها. بس الغريب إن هي كانت واقفة لوحدها، مفيش عربية جنبها مثلا ولا طريق جانبي مثلا كانت جاية منه ولا حاجة. ازاي واقفة كده لوحدها في نص الطريق المرعب ده؟ بطأت السرعة وشغلت النور العالي. كانت باصة ناحيتي بس وشها كان شاحب كده، كأنه وش واحدة تعبانة أو خارجة من عملية. وقفت جنبها وفتحت الإزاز وقلت لها: مساء الخير يا أختي، انتي تايهة ولا محتاجة توصيلة؟ ما ردتش عليا، فضلت واقفة ثابتة زي ما هي، بس عينيها كانت ثابتة عليا، كأنها بتفكر تقولي حاجة ومش قادرة. في اللحظة دي حرفيا الجو بقى بارد جدا وركبي بدأت تتهز جامد. بس ضميري ما قدرش يسيبها، يعني قلت يمكن حصل لها حاجة. نزلت من العربية خطوتين تلاتة كده، بس كل خطوة كنت حاسس إن الأرض بتسحبني لتحت، كأن خطوتي تقيلة جدا. قربت منها وقلت بصوت واطي: انت كويسة؟ في حاجة؟ رفعت وشها عليا بالراحة، وأول ما عينيها جت في عيني شفت حاجة غريبة جدا. عينيها كانت سودة، مش سواد طبيعي، لأ، سواد كأنه حاجة فاضية، كأن عينيها مش موجودة. أنا أول ما شفت ده الصراحة قلبي وقع ورجعت لورا خطوتين وأنا مش قادر أنطق. وهي ما اتحركتش، بس رفعت إيديها وشاورت ناحية العربية. وأنا طبعا رجعت بسرعة، وقبل ما أوصل لباب العربية سمعت صوت جاي من ورايا، صوت خشن جدا بيهمس في وداني بيقول لي: ارجع يا محمود. أنا طبعا اتجمدت في مكاني، بصيت ورايا، مفيش حد. بصيت قدامي للست، اختفت. رجعت جري على العربية وركبت وأنا قلبي بيقع من مكانه. قعدت أبص حواليا، مفيش حاجة. بصيت في المراية وأنا باخد نفسي بالعافية، لقيتها قاعدة ورا. كان أكنها مبلولة وشعرها مبلول جامد، وعينيها لسه سودة زي ما هي. طبعا وقتها أنا اترعبت جدا، بس قلت ممكن من الخضة هي ركبت وأنا مش واخد بالي. مشيت بالعربية وأنا خايف أصلا أسألها، وأنا خايف أكلمها أصلا أقول لها أنت رايحة فين ولا عايزة إيه مني. بعد حوالي 5 كيلو كده لقيت بنزينة، جريت طبعا على البنزينة ووقفت ونزلت جري على الراجل اللي واقف في البنزينة. قلت له: بص جوه العربية بسرعة، قول لي شايف إيه. الراجل دخل وبص وقال لي: فاضية يا بيه، بس الكرسي اللي ورا عليه طين، مبلول جامد كده يا بيه. طبعا حاولت اغير الموضوع عشان ما يقولش ان انا مجنون ولا حاجة، ورحت راكب العربية ومشغل قرآن وماشي وراجع على بيتي. وانا ماشي لقيت الدنيا تمام ومفيش حاجة حصلت، وجوايا كنت عايز اهدي نفسي، فبقول ممكن تهيؤات او مثلا عشان ما نمتش كويس فتعبان فبيتهيأ لي حاجات. بس انا متأكد من اللي انا شفته. المهم وصلت بيتي على حوالي الساعة 5 الصبح كده. كنت مرعوب طبعا ومتشتت ودماغي متلعبكة على الآخر. دخلت الشقة، مراتي كانت نايمة مصحتهاش، قلت اروح اخد دش وانام يمكن دماغي تهدى. بس اول ما دخلت الحمام لقيت طينة على الارض، نفس الطينة اللي شفتها على كرسي العربية من ورا. وقفت مكاني دقيقة كاملة ثابت مش عارف اتحرك. وبعدين بصيت على المراية اللي فوق الحوض، كنت باصص على نفسي بس حسيت ان في وش تاني ورايا. لفيت بسرعة ما لقيتش حد. رجعت ابص تاني في المراية، الوش اختفى. برضه قعدت اهدي نفسي وقلت دي تهيؤات عشان انا مرهق وما نمتش بقالي يومين. طلعت من الحمام رحت انام. طلعت نمت بس كنت سامع اصوات خفيفة، كأن في حد ماشي حافي في الصالة. كل شوية الأرض تطلع صوت اللي هو أكن في حد ماشي. والبرد اللي أنا كنت حاسه في الطريق رجع تاني جوه الأوضة. غمضت عيني بالعافية، بس بعد أقل من ساعة صحيت على صوت همس عند ودني: كنت ليه عايز تمشي يا محمود؟ الصوت كان ناعم كده بس مرعب. قمت مفزوع، نورت النور، مفيش حد.
مراتي نايمة عادي والأوضة ما فيهاش حد، بس ريحة الطينة الغريبة دي مالية الأوضة. قعدت على السرير والتفكير فضل يلف في دماغي، مين دي؟ إزاي وصلت البيت؟ ولا دي روح؟ ولا يمكن أنا اتلبست؟ الساعة جت 8 وكنت لازم أروح الشغل. نزلت من البيت كنت حاسس إن في حد ماشي ورايا، ببص حواليا في كل حتة مفيش حد، بس الإحساس موجود. عارف لما تحس إن في نفس سخن قريب من رقبتك؟ هو ده بالظبط. وصلت الشركة ولقيت عم سيد اللي بيشتغل معايا. أول ما شافني قال لي مالك يا محمود وشك أصفر كده ليه؟ ده شكلك ما نمتش. قلت له مفيش، بس الطريق كان مرعب امبارح. ضحك وقال لي أكيد شفت العروسة بتاعت الكيلو 88. ساعتها أنا دمي اتجمد. قلت له عروسة قصدك إيه؟ قال لي بالراحة كده، ما تعرفش القصة؟ الست دي بتظهر للسواقين في نص الليل، بتوقفهم وتطلب منهم توصيلة، بس اللي بيقف لها عمره ما بيبقى زي الأول. فضلت ساكت مش قادر أرد. كل حاجة قالها كانت بالظبط اللي حصلت لي. خلصت شغل وأنا مروح بقى للبيت، قلت خلاص مش هفكر في الموضوع ده تاني. روحت البيت وقعدت في الصالة وطفيت النور وسايب التلفزيون شغال بصوت واطي عشان ما احسش ان انا لوحدي او ما اسمعش الهمسات اللي بتجيلي دي. بس حوالي الساعة 3 بالليل كده سمعت صوت العربية بره، صوت الموتور اتفتح. قمت فتحت البلكونة لقيت العربية منورة النور العالي ومفيش حد فيها، بس بابها اللي ورا مفتوح. رجعت من البلكونة وأنا قلبي بيخبط في صدري، ولما لفيت كانت واقفة في نص الأوضة، نفس العباية نفس الشعر المبلول، بس المرة دي كانت بتضحك وبتقولي أنا قلتلك ما تسيبنيش يا محمود. الصوت كان طالع من جوه دماغي مش من بقها، وقبل ما أصرخ ولا أعمل أي حاجة وقعت على الأرض وسمعت آخر جملة قالتها وهي بتقرب مني: الطريق لسه مخلصش. أنا بعد اللي حصل في الليلتين دول كنت خلاص حاسس إني اتجننت. نفس العباية السوداء، نفس العينين اللي سوادها يخض، كل يوم تيجي تقف جنبي على السرير ومجرد ما افتح عيني تختفي. في اليوم التالت ما استحملتش، قلت لازم اروح لحد بيفهم في الحاجات دي، حد يفهمني ايه اللي بيحصل. رحت لصاحبي كمال، هو كان يعرف شيخ كبير في منطقة اسمها الحومدية، بيقول عليه شيخ راقي، يعني بيرقي الناس بالقرآن، مش من النوع اللي بيقول كلام غريب ولا بيعمل أعمال. وصلت عند الشيخ على العصر كده، راجل كبير في السن لابس جلابية بيضة وعينه فيها هدوء يخليك تحس بالأمان. قعدت قدامه وحكيت له كل اللي حصل، من أول الطريق لحد الليلة اللي شفتها فيها في الأوضة. قعد ساكت فترة ما بيتكلمش، بس عينيه كانت بصالي بطريقة غريبة. بعديها قال لي بهدوء: انت شفتها فين يا محمود بالظبط؟ في أنهي كيلو قلت لي؟ قلت له في الكيلو 88 تقريبا. بمجرد ما قلت له الرقم وشه اتغير، بص لتلميذه اللي قاعد جنبه وقال له هات المصحف يا ابني. فتح الشيخ المصحف وقعد يقرا. صوته كان هادي في الأول، لكن بعد أول صفحة بدأ صوته يقطع كأنه بيتعب. بعد حوالي دقيقة كده سكت وبصلي وقال لي هي مش جنية عادية يا محمود. ساعتها حسيت إن الدنيا كلها لفت بيا. قلت له يعني إيه مش عادية؟ قال لي دي روح، روح واحدة ماتت في نفس المكان اللي وقفت فيه. الناس هناك في البلد بيقولوا إنهم دايما بيشوفوها بعد نص الليل، بتوقف اللي ماشي تطلب منه توصيلة وبعديها تختفي. قعدت ساكت مش قادر أتنفس. الشيخ كمل كلامه وقال لي بس المرة دي واضح إنها اتعلقت بيك، يعني شفتها ووقفت لها وده كفاية يخلي روحها تتعلق بيك. طلب مني أقرأ معاه شوية آيات. بدأ يقرأ سورة البقرة وأنا قاعد جنبه. في النص ريحة غريبة بدأت تطلع، ريحة الطينة ملت المكان، والشيخ وقف فجأة وقال بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم اخرجي من بيت الراجل ده. في اللحظة دي الشمعة اللي كانت على الترابيزة اتطفت لوحدها. ورا وداني سمعت نفس الصوت اللي سمعته أول مرة في الصحراء: ارجع يا محمود الطريق لسه مخلصش. الشيخ بصلي وقال لي بصوت متقطع كده هي هنا جوه البيت. قلت له بخوف فين؟ مد ايده ناحية الباب وقال لي ورا الباب. قمت ابص ولما بصيت شفتها، ست واقفة نفس الشعر ونفس الجلابية اللي لابساها، بس المرة دي كنت شايفها بوضوح أكتر من أي مرة قبل كده. الشيخ بدأ يقرأ قرآن تاني، لكن الغريب إن الست بدأت تختفي، وبصوت خفيف سمعناه كلنا قالت أنا ما عملتش حاجة، هو اللي وقف لي. الشيخ مسك المصحف وصرخ فيها ارجعي لمكانك، وهي اختفت زي الدخان. بعديها الشيخ قعد على الكرسي وهو تعبان جدا وقال لي الروح دي مش هتسيبك دلوقتي، هي محتاجة منك حاجة، بس لسه مش عارفين هي ايه. خد بالك لو حلمت بيها تاني اسألها هي عايزة ايه.
خرجت من عنده وأنا جسمي كله بيرتعش. الليل دخل وأنا راجع البيت، بس طول الطريق كنت حاسس إن في حد قاعد على الكرسي ورايا. كل شوية أبص في المراية ألاقي خيال. روّحت البيت وأنا ما كنتش ناوي أنام الليلة دي، بس النوم غصب عني جه وأنا قاعد على الكرسي. نمت وكان شكلها مستنيني. في الحلم كنت واقف في نفس الطريق الصحراوي، بس المرة دي من غير العربية. كنت لابس نفس الهدوم اللي كنت فيها اليوم ده، وبابُص حواليّا مش شايف غير الضلمة. بتقول لي: "محمود ارجع لي." لفيت ورايا، كانت واقفة على بُعد كام متر، نفس العباية السودا بس المرة دي وشها باين. وشها ست عجوزة جدًا وعينيها حمرا، بس الغريب إنها كانت بتعيط. قُلت لها وأنا خايف: "أنتِ عايزة إيه منّي؟" ردِّت عليّا بصوت متقطّع كده: "أنا مش شيطانة يا محمود، أنا ظلموني. أنا اتدفنت هنا وما حدش سمع عني." قُلت لها: "دفنوكِ فين؟ فين هنا؟" قرّبت منّي وكل ما بتقرّب الهوا بيبرد أكتر، والرملة بتتحرك تحت رجلي لوحدها. قالت لي وهي بتبُص في عيني: "في الكيلو 88 عند العمود اللي واقع، ارجع هناك هتعرف كل حاجة." فجأة صوت صريخ عالي ملا المكان والأرض بدأت تتهز، والسما كانت سودا مليانة دخان. صحيت مفزوع، جسمي كله عرق. ساعتها حسيت إن الحلم ده مش مجرد حلم، ده حد محتاجني إن أنا أساعده. قعدت على السرير لحد الفجر، وبمجرد ما النور بدأ يطلع قررت أرجع تاني للطريق. طلعت بالعربية تاني نفس الطريق، نفس الكيلو 88. وأنا ماشي طبعا كنت مرعوب. وصلت المكان، كل حاجة في المكان كانت زي ما هي، حتى العمود المكسور اللي في الحلم لقيته هناك فعلا. نزلت بصيت حواليا، الدنيا كانت هادية بس الجو كان غريب. حرارة الشمس عالية، وبرغم كده كنت حاسس ببرودة في جسمي. وأنا ماشي رايح على العمود رجلي خبطت في حاجة معدنية كده. نزلت بجسمي كده أبص عليها، لقيته خاتم دهب. خاتم شكله قديم ومكتوب عليه اسم سعاد. أول ما مسكت الخاتم حسيت بحرارة غريبة في إيدي، كأن الخاتم بيولع. رميته بسرعة على الأرض، وسمعت ورايا صوت الست وهي بتقولي: "أيوه، هو ده، ما تسيبوش هنا." قلت لها وأنا ببص حواليا بخوف: "أنت عايزاني أعمل إيه؟" ردت عليا قالت لي: "وديه مكانه، روح للي ظلمني." رجعت للعربية وأنا مش قادر أصدق اللي حصل. بس وأنا راجع فتحت الراديو على قناة عشوائية كده، لقيت المذيع بيقول: "في خبر عجيب النهاردة، لقوا هيكل عظمي في منطقة الكيلو 88 بالطريق الصحراوي. يقال إنه البنت مفقودة من سنة 2015 واسمها سعاد." رجعت البيت وأنا ماسك الخاتم بقماشة، مش قادر ألمسه تاني بعد اللي حسيته في إيدي أول ما مسكته. قعدت على الكرسي في الصالة وقعدت أفكر: مين هي سعاد؟ إيه اللي حصل لها في الكيلو 88؟ وليه أنا بالذات اللي عايزين أساعدها؟ المهم قلت أعمل اللي قالت لي عليه، أدور على اللي ظلمها. بدأت أدور على النت على حوادث حصلت في نفس المكان. لقيت خبر في 2015 فعلا. العنوان كان: اختفاء عروسة بعد ليلة فرحها بساعات على الطريق الصحراوي. والخبر بيقول إن العروسة اسمها سعاد عبد المقصود، كانت راجعة من فرحها مع جوزها، لكن العربية اتعطلت في الكيلو 88. وجوزها قال إنها نزلت تتمشى ناحية الطريق ومن بعديها اختفت. وهو راح بلغ الشرطة بس محدش لقاها. والقضية اتقفلت بعديها بكام أسبوع. بس كان في تعليق صغير في الخبر، كان مكتوب إن العريس اسمه كمال عين. عينيا وقتها فتحت على الآخر. كمال ده نفس صاحبي اللي وداني للشيخ. رحت له تاني يوم الصبح، لقيته واقف قدام القهوة بيولع سيجارة ووشه باين عليه التوتر. قلت له وانا قلبي بيدق: "كمال، انت تعرف حاجة عن سعاد؟" ارتبك وقال لي بسرعة: "مين سعاد دي؟" قلت له وانا بطلع الخاتم من جيبي: "اللي كانت في العربية معاك 2015." شكله اتغير ووشه بقى اصفر وقال لي وهو خايف: "انت جبت الاسم ده منين يا محمود؟" قلت له: "هي اللي قالت لي." قعد على الكرسي وسكت شوية وبعدين قال لي بصوت واطي كده: "أنا كنت راجع من فرح صاحبي، الطريق كان فاضي ولقيتها واقفة لوحدها، لابسة فستان أبيض وبتعيط، وبتقولي إن جوزها سابها ومشى. ركبت معايا، بس وهي قاعدة في الكرسي اللي ورا سمعتها بتضحك ضحكة مرعبة. لفيت أشوفها، ملقتش حد. وبعديها العربية اتقلبت. ومن يوميها وأنا كل سنة بروح الكيلو 88 بحط وردة وبقررها الفاتحة. بس انت يا محمود واضح انها اختارتك المرة دي." قلت له وانا مش فاهم اختارتني ليه. قال لي وهو بيبص في الارض: "علشان اللي ماتت قريبة الشيخ." سكت والكلمة دي خبطت في ودني زي الرصاصة. يعني الشيخ اللي رحنا له كان عارف كل حاجة من الأول؟ رجعت البيت وأنا دماغي بتلف. كل حاجة بدأت تتركب على بعضها، بس في حاجة لسه ناقصة: إن روحها مش هتهدى غير لما تعرف اللي ظلمها.
الليل دخل ونمت بالعافية، لكن في الحلم المرة دي كانت مختلفة. كانت واقفة وسط نار وشعرها طاير في الهوا وبتصرخ وبتقول لي: هو كداب يا محمود، جوزي اللي قتلني. ارجع للطريق عند العمود، هتلاقي اللي يثبت ده. صحيت مفزوع والخاتم كان في ايدي مش على الترابيزة، مع اني كنت حاطه على الترابيزة. ساعتها فهمت ان الرجوع للطريق مش اختيار، هي عايزاني انا اللي اجيب لها حقها. طلعت بالعربية في ساعتها، وصلت للكيلو 88، نفس العمود اللي دايما بشوفه في الكوابيس ونفس المكان اللي لقيت فيه الخاتم. نزلت وفي ايدي كشاف صغير. كل حاجة كانت ساكتة، وفجأة لقيت الهوا بيتحرك بسرعة والجو كان ساقع قوي، ولقيت الصوت تاني بيهمس في ودني: محمود هنا. الصوت كان جاي من ناحية صخرة قدامي بحوالي 20-30 متر. مشيت ورا الصوت بالراحة لحد ما قربت من الصخرة، لقيت رجلي خبطت في حاجة تاني. نزلت على ركبتي وبدأت أحفر. الرملة كانت خفيفة أوي أكنها بتتشال لوحدها. بعد حوالي دقيقة كده من الحفر طلعت شنطة قديمة صغيرة. فتحتها لقيت جواها فستان أبيض متقطع وصورة قديمة لعريس وعروسة لابسة نفس الفستان اللي لقيته في الشنطة. وفي ظهر الصورة مكتوب: سعاد عبد المقصود. بس اللي خلاني اتجمد في مكاني إن الصورة دي فيها وش راجل أنا عارفه، ده كمال. رجعت جري على العربية ومسكت التليفون واتصلت بكمال. كمال، انت كنت تعرفها؟ سكت شوية وبعدين قال لي: ارجع من الطريق يا محمود، ارجع فورا. قلت له وانا بزعق له: انت قتلتها يا كمال؟ وسكت لحظة وبعدين قال لي بصوت واطي: ما كانش قصدي، هي اللي كانت بتشك فيا. يوميها اتخانقنا في العربية ووقعت على الأرض ودمها ساح، وأنا خفت ودفنتها هناك. وفي اللحظة دي الخط قطع، وبعديها على طول العربية بدأت تتهز والأنوار بدأت تطفي وتولع لوحدها والكشاف وقع من إيدي. وسمعت صوتها وهي بتقولي: شكرا يا محمود. الصوت جاي من ورايا، لفيت ولقيتها. وشها كان هادي بس عينيها كان فيها دموع، وقالت لي بصوت كده وهي مبسوطة: اللي عمله اتكشف، أنا هرتاح دلوقتي. الهوا حواليا بدأ يدور والرملة بدأت تعمل دوامات. بصيت لها تاني ما لقيتهاش، ما كانتش موجودة. بس على الرملة كان في أثر رجلين صغيرة بتبعد. رجعت بعديها للبلد ورحت على اسم الشرطة على طول وحكيت كل حاجة. وجابوا كمال وبعد ساعات اعترف بكل حاجة، وقال إنه خاف من الفضيحة فقتلها هناك ومحدش كان يعرف. وأنا بقيت كل ما أمشي على طريق فاضي أبص في المراية ورايا، مش عشان خايف بس عشان يمكن أشوفها. ساعات الطريق بيحتفظ بأسراره، بس لما يقرر يحكيها بيختار حد يسمعها للنهاية، وأنا كنت الحد ده. وبكده تكون خلصت قصتنا. لو عجبتك القصة متنساش اللايك والاشتراك والشير وتفعل الجرس وتقول رأيك في الكومنتات. هستودعكم الله يا أصدقائي. سلام.